تعالوا نعمل موهيتو البلو بيري بأسهل طريقة وأسرع طريقة، ومش هياخد منكم 5 دقايق، بس لازم يكون فريش. هنقطع شرايح ليمون أخضر، وفي طبق فيه عسل أبيض هنحط الكاس. بعد كده هنجيب طبق فيه سكر أزرق لونه صحي بيبقى لذيذ قوي، نحط فيه الكاس، وبعدين نحط التوت أو البلو بيري، شرايح الليمون، ورق النعناع الفريش، معلقة عسل صغيرة، ودي اختياري. هنضغط عليهم بالراحة نطلع منهم الطعم من غير ما نخلي الليمون يمرر. مكعبات التلج كنت حاطة فيها شرايح ليمون وحبات من التوت، يبقى شكلهم جميل قوي ساعة التقديم، بيبقى ميكس لذيذ مع بعضه. هحط مكعبات التلج اللي فيها توت واللي فيها شرايح ليمون، هحطهم في الكاس. هضيف عليهم المياه الفوارة بدون طعم، او لو بطعم انتوا تحبوه. هحط عليهم السكر الازرق وده لون صحي مش مضر. في الجوانب هحط بعض شرايح من الليمون، وكده الموهيتو هيبقى جاهز. لونه في منتهى الجمال، اللون الازرق بيدي لون حلو قوي في الكاسات، بيبقى ملفت وشكله حلو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولما تجربوا الموهيتو قولوا لي رأيكم. موهيتو البلو بيري بيبقى مطلوب جدا من كل الناس، وبيبقى سعره غالي قوي في الكافيهات. لو عملتوه في البيت مش هيكلفكم كتير، هتستعملوا بعض حبات من التوت مش كتير. الميكس ما بين شرايح الليمون والبلو بيري والنعناع الفريش مع المية الفورة بيدي طعم لذيذ جدا ومنعش، وبيرطب كده على القلب. يعني جمعته ما بين الشكل واللون والطعم. اهم حاجة يتعمل فريش ويتقدم فريش، ما ينفعش نعمله ونحطه في التلاجة عشان الليمون ما يمررش. ويا ريت الليمون يكون شرايح الليمون اللي نستعملها يكون ليمون اخضر، بلاش الاصفر عشان بيكون تقيل على المعدة. الاخضر مرارته بتكون اقل، وكمان بيكون خفيف على المعدة. وبألف هنا.